راح أقرأ لك ما لم يقله المتنبي. هذه يعني طبعا هذا تحدي كبير ترى، ما هو سهل ان يجي شاعر طيب قبل المتنبي عمره 28 سنه يكتب شيء ضد على المتنبي. انت مهما قلت ان كان جميل موزون مقفى غير مقفى، مهما قلت ما قاله المتنبي، هذا امر طبيعي. ما اختلفنا، بس انا شو عملت؟ انا اتيت لاشهر بيت عند المتنبي اللي هو ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. حلوي. الان انا عارضت هذا البيت. انت ايش؟ عارضت البيت. ومصطلح المعارضة هنا أي أنني كتبت على نفس الوزن والقافية. يا سلام. ولو اتفقت معه في فكرة ما. المعارضة هنا ليست فكرية، لكن أنا حاولت أن أكتب على نفس القافية ونفس الوزن في عصرنا الحديث. جميل. تمام؟ جميل. لا أحمد شوقي، معلش بس أنا لا أعطيك نقطة. أحمد شوقي آخر بيت كتبه بحياته شو هو؟ تعرفون؟ لا. اللي كتبه والصباح يعني رحل. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. لم يجرؤ شاعر حتى اليوم أن يكمل هذا البيت. وأنت تجرأت؟ لا ما تجرأت ولا أنا أجرؤ. مين بده يتجرأ على قامي مثل أحمد شوقي؟ أنت تجرأت على المتنبي الآن؟ لا أنا ما تجرأت على المتنبي. أنا عارضت، كتبت على قافيته وبحره، لكن هي فيها مغامرة. أنا سبق قلت الحياة بدون مغامرة عبث، ولكني غامرت سواء اتفقت معي أم اختلفت. لا شوف، أنا إلي شرف المحاولة. شوف يا حبيبي، أنا على راسي من فوق. أنا لا يمكن يعني شوف، في معلومة لابد أن تضعها في داخل مخيخ المخ الذي لديك، أن اللغة العربية لو تحدثت وقالت عمن أبدع فيها لقالت السوريون مباشرة. جزاك الله خير. هذه بداية. جزاك. أنا كنت في التعليم، وكان من يبدع في اللغة العربية هم أهل سوريا، هذا لا نقاش فيه. الحمد لله. ولذلك لما أدخل معك في العراق الكلام الجميل هذا، سيكون هناك تحدي فيما بيني وبينك، سيخرج أروع ما لديك، وهذا ما نريده في النهاية. الله يسعدك. أنا بدي أقول لكم القصيدة، بس ما راح أقولها كاملة طبعا لأن القصيدة 36 بيت. أنا ألقيتها بقطر. عطنا منها 35. طيب تكرم عيونك. طبعا المتنبي بيقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا قلت له لم يبق شط إليه ترجع السفن، ولا مطار عليه يهبط الشجن، لا شيء إلا أمانينا تصبرنا، الحمد لله لا أهل ولا وطن. الله. خذلت يا شام يا أمي ومرضعتي ومسقط الحب، ماذا يا ترى الثمن؟ إني لأخجل من كوني بقيت على قيد الحياة وأمي لفها الكفن. بما التعلل، طبعا هيك بدأ بيته أبو الطيب، بما التعلل قلبي صار ينكرني، سلم على الموت فيه العيش والسكن، فكيف أحيا وتحت الأرض أوردت، وفي التراب من الأحباب لي مدن، وأين أذهب كل الأرض ترفضنا وتزدرين، وكل الأرض تمتهن، ونحن من نحن؟ نحن الشمس فوقهم، ونحن ما نحن العين والأذن، كل الخرائط جزء من خريطتنا، فكيف تعلو على أسيادها الجبن؟ يا أيها الموت ما أحلاك من وطن لمن أتاك شهيدا جرحه الوطن. فقه مثالي يا الشاعر حذيفة. يا أيها الموت ما أحلاك من وطن لمن أتاك شهيدا جرحه الوطن، ودعت حمص مدينة، ودعت حمص وقلبي في أزقتها، وذكرياتي وروحا عافها البدن، وسرت أشكو لربي ضيق دامعتي عما بنفسي، وما لا ينصف الحزن، كل الذين تأملنا بنصرتهم لنا تخلوا، فسجل أيها الزمن أهل الفنادق لا عزت قروشهم، يزداد فيهم غباهم كلما سمنوا، ويقلقون صباحا بعدما رقدوا،
ويقلقون مساء إنهم سكنوا يستنكرون على الشاشات مجزرة وكلهم بدماها كفه درن وكلهم بدماها كفه درن يا تارك الفرض مستغني بنافلة والله يوم اللقاء لا تنفع السنن. يا تارك الفرض مستغني بنافلة والله يوم اللقاء لا تنفع السنن. يا شام لو كانت الأحلام تنقذنا كنا حلمنا ولكن كلها دخن فكان لا بد من حرب نعيد بها عصر النبي وفيها تدرأ الفتن. نريد أن نرجع الدنيا لقبضتنا أن يعبد الله لا أن يعبد الوثن. نريد أن نرجع الدنيا لقبضتنا أن يعبد الله لا أن يعبد الوثن. نريد أن ترجع الأمجاد دولتها أيام كنا يدا تنعى بها المحن أيام إن عارضت صنعاء عارضة صاحت دمشق وبغداد هنا اليمن. نريد أن ترجع الدنيا لقبضتنا أيام كنا يدا تنعى بها المحن أيام إن عارضت صنعاء عارضة صاحت دمشق وبغداد هنا اليمن. الفرح ما كان لولا قبله حزن والسر ما طال لولا بعد إلا بعده علن. والطفل مهما له قدمت من أكل يظل أطيب شيء عنده اللبن. لذا أحن ومثلي كل ممتهن إلى الزمان الذي ما فيه ممتهن. فكيف أسكن بيتا أطمئن به وطفلة في بلادي ما لها سكن. وكيف ألتذ أو أهنى بمائدة ويشتهى في بلادي الخبز والجبن. يا طائرات اقصفي يا طائرات اقصفي يا أمة امتعضي يا ساسة استنكروا. يا قوم لا تهنوا تكفل الله فيكم للنبي فلا خوف عليكم من الدنيا ولا حزن. الأرض مهما لنا في الغربة اتسعت يظل أرحب من أرجائها الوطن. قل للطبيب وشمس العمر غاربة إذا انقضى أجلي ما تفعل الحقن. قل للطبيب وشمس العمر غاربة إذا انقضى أجلي ما تنفع الحقن. بالله رب السماء والأرض معتصمي وفيه صبري إليه السر والعنن. ولست أقطع آمالي بثورتنا لكل وجه قبيح آخر حسن.